برافو يا نادر، انا فخور بيك. اتفضل. الله، اول مره في حياتي اخد شهاده تقدير، ده بابا هيفرح جدا. ده الملف بتاعك. اتفضل، استغنينا عن خدماتك الجليله. عدي ده لابوك. لو سمحت ما تجيبش سيره ابويا. هو أنا مش ضد الميمز، بس بجد بقى صعب تفرق هو اللي باعت ده بيهزر ولا هو بينهار حرفيا ولا بيسلم نفسه في شغله. وش كده احنا بنتكلم كل يوم، بنكتب وبنتفاعل وبنتواصل وبنبص لبعض، بس قليل جدا مننا اللي بيوصلوا اللي عايزين يقولوه. احنا فاكرين نفسنا بنتواصل، لكن في الحقيقة احنا بنتوه أكتر ما بنتفاهم. عشان كده أنا عملت السلسلة دي، مش عشان بس نضحك، بس عشان نمحي أمية البيانات. وأول خطوة نمحي بيها أمية البيانات هي فن التواصل. أنا بعد 3 ساعات شغل، 12 شيت إكسل، ريبورت كامل على باور بي آي، بعته لمديري، رد عليا بكلمة تمام. يعني إيه تمام؟ تمام أنا فهمت كل كلامك ومستني الاجتماع الجاي نتناقش أكتر، ولا تمام أنا مش فاضيلك وبجاملك وخلاص، ولا أنا هفصلك الأسبوع الجاي بس مش عايز أحرجك دلوقتي. وده اللي بنسميه الكتابة من غير وضوح. بمعنى آخر، مش لازم نكتب ديوان، بس لازم نكون واضحين. أحد طرق التواصل هي الرسومات. أنا مرة شفت انفوجرافيك كان حرفيا محتاج مهندس من ناسا أو مترجم سرياني عشان يفهم الانفوجرافيك ده. يعني لما يكون الليجند لوحده محتاج كورس، يبقى مش تواصل. ونطلع من هنا بمعلومة مهمة جدا: مش كل الصور بتتشرح، أوقات كتيرة جدا الصور بتزود التوهان بدل ما تساعدنا. النوع الثالث في فن التواصل هي لغة الجسد، ونستدل هنا إن سكوت مراتك مش دايما رضا. اللي قال إن السكوت علامة الرضا ده أكيد حد ما اتجوزش، وواضح إنه ما جربش يحكي لمراته خطة المصيف. أنا بحكي وهي ساكتة بس بتعدل قعدتها، حجمها بدأ يترفع وبتشرب الشاي بسرعة جدا. هو أنا كده تمام ولا تمام؟ جاري تطبيق العقوبة. وش لغة الجسد بتقول كتير، وساعات أكتر من الكلام. في دايما واحد هتلاقيه بيقول لك إيه؟ تمام. واحد تاني يقول لك تمام. واحد تاني يقول لك تمام. وواحد تاني يقول لك تمام بقى يا نجم شوف شغلك. نفس الكلمة بس المعنى مختلف. هو الفرق مش في الحروف، الفرق في النبرة، في السكوت، في السرعة، في نطق الكلمة. ونخرج من هنا إن الكلام مش بس صوت، ده أسلوب، والأسلوب ممكن يبني علاقة وممكن يهد ثقة كاملة. فاكرين لما قلنا هنمحي أمية البيانات في خلال السلسلة دي؟ مش هنقدر نبدأ ده من غير ما نفهم ونتعلم إزاي نتواصل. لأن قبل ما تفهم رقم لازم تفهم الشخص اللي قالك الرقم ده هو قصده إيه. كل كلمة وكل حاجة وكل نبرة صوت بتقول حاجة معينة، وساعات بتقول عكس اللي مكتوب أو حتى مرسوم. بس تعالى بقى نسأل السؤال اللي بجد. بعد ما عرفنا إزاي نتواصل ونوصل المعلومة، هو إحنا أصلا بنقول إيه؟ يعني إيه الفرق ما بين رقم في جدول وفكرة تغير قرار؟ يعني إيه إنسايت؟ وإزاي تفرق بين معلومة حلوة ومعلومة تنفع تتصرف على أساسها؟ ولو عايز تفهم بجد، تابع الحلقة الجاية اسمها البصيرة. حضر كوباية الشاي بتاعتك علشان تعرف إيه هي أهم كلمة في الداتا، وهي إيه اللي هنستفيده. سلام.